يا جماعة الخير، يا أمتنا العربية والإسلامية، بحب أبشركم الحمد لله ولا إصابة في استقبال الأندونيسي، ولا إصابة فيه، لأنه طبيعي كلهم صاروا شهداء. 400 شهيد. العدو يرتكب مجزرة كبيرة في حق الشمال، أطفال ونساء، هذا هو الهدف، هذا بنك أهدافهم. 400 شهيد، لا إصابة، ما فيش إصابة، كل المكان اللي كان فيه مصابين كله تحقق. الحمد لله على كل حال، لله ما أخذ ولله ما أعطى، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الحمد لله. اللي صار معي ما يا رب ما يصيب أي بني آدم، ما يصيب أي إنسان. أنا فقدت عيلتي، فقدت بيتي، فقدت ذكرياتي، فقدت أطفالي، فقدت أولاد أخوتي، فقدت أصدقائي، ناس آمنين، أطفال آمنين، نايمين في بيوتنا، نايمين في بيتنا. أنا لو بدي أعيش 1,000,000 سنة ما عمري بتخيل ولا بتوقع ولا يعني بيجي ببالي إنه في يوم من الأيام يتم استهداف بيتي بهذه الطريقة. أنا أولادي 4 فقدتهم شهداء، أخوتي 4 فقدتهم شهداء، أولاد أخويا 3 فقدتهم شهداء. الله يرحمهم برحمته، الله يرحمهم برحمته. أصحابي كانوا عندنا في البيت، بيت مخيم، عارفين إيش يعني مخيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السراء والضراء. كان عندنا أحلام، أولادي كان عندهم أحلام. كنان ابني كان عنده كثير أحلام، كان لاعب كورة، كان نفسه يصير مصور، هو نفسه اللي قال لي يا بابا الثقيل، يا بابا الثقيل. أنا مواطنة من غزة، عانيت الحرب هذه بقمة القسوة، ومعايا ست كبيرة ومعايا أطفال. يعني هم بيقولوا لنا اخلوا واطلعوا في أي مكان، كيف أنا بدي أخلي بأولادي اللي صغروا وحماتي الست الكبيرة؟ وين أروح؟ وين أروح؟ احكوا لي في مكان آمن أروح فيه، وقولوا لي وين أروح. أنا من جوا قلبي بيغلي، مش من خوف من الموت. إحنا اللهم إني أسألك الشهادة بس، ولكن أنا خايفة على أولادي، خايفة على بيتي، خايفة على أطفالي، خايفة على الست الكبيرة قادر أمشي فيها. هذا إشي بدك تجري. وبعدين احنا ايش ذنبنا؟ احنا ناس ابرياء. وبعدين هاي حماتي معها جواز امريكي، يعني فيش تمييز بين الكبير والصغير والاطفال والبخ. حرب ما شفناش زي هيك، ما عمرنا شفنا زي هيك ولا راح نشوف. والوضع صعب جدا. يا رب يطلع عنا، ويا رب يوقف معانا، يا رب احنا في كرب، يا رب توقف معنا يا رب. أكبر المخيمات الفلسطينية في فلسطين وفي خارج فلسطين يتم استهدافه ليس فقط يوميا، بل كل ساعة طائرات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الحبر الحاخامي يستهدفون هذا المخيم ببراميل متفجرة ممنوعة ومحرمة دوليا. يستهدفون على رؤوس الأطفال، على رؤوس النساء، على رؤوس الشيوخ، على رؤوس هؤلاء الذين ليس بحوزتهم لا ماء ولا دواء ولا غذاء. أقول للدول العربية وللشعوب العربية أن الحكومات العربية المسلمة العربية لا تستطيع إدخال لا شاحنة ماء ولا دواء ولا غذاء. ليس لنا هنا في غزة إلا الله عز وجل. ارتقوا آلاف الشهداء، ونقول لكم لا ترسلوا لنا لا الغذاء ولا الماء، ارسلوا لنا الأكفان، لأننا قد قررنا أن نلتحق بمن استشهدوا بالأمس. ومن أول يوم في العدوان 25 يوم يريد الاحتلال ترحيلنا إلى سيناء المصرية، ولكن نقول للاحتلال الإسرائيلي ولإسرائيل نحن هنا صامدين ثابتين ولن نرحل يا إسرائيل، لن نرحل يا إسرائيل. يعني هو النداء الأخير الذي نتحدث به عن وقف المولد الرئيسي في مجمع الشفاء الطبي. إذا توقف هذا المولد ربما تكون الرسالة القادمة لكم هي موت أطفال في قسم الحضانات والخدج، وأيضا موت من هم على أي تنفس الصناعي في أقسام العناية المركزة، وموت من هم في أقسام العمليات. قطاع غزة بعد أن أعلنا قبل قليل، وقد أعلنا في الساعة 2 من ظهر هذا اليوم
بأننا سنحرك سيارات الإسعاف باتجاه جنوب قطاع غزة من أجل أن نخرج هؤلاء الجرحى إلى جمهورية مصر العربية لعدم توفر العلاج لهم في داخل مستشفيات القطاع. وأبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الأمر وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وعندما تحركت هذه السيارات باتجاه الجنوب وإذا بالاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهدافها في أكثر من موقع. الموقع الأول أمام مجمع الشفاء الطبي عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، وأمام منطقة أنصار، وأيضا قبل شارع الرشيد. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف هذه السيارات حتى يمنع وصول هؤلاء الجرحى إلى جنوب قطاع غزة. هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وحتى اللحظة تقوم سيارات الإسعاف بنقل مزيد من الضحايا من الجرحى والمصابين. فيش مية، ما فيش أكل للأطفال، فيش خبز. إحنا إلنا من الصبح من الساعة 4 واقفين على المخابز نتفاجأ إنه ما فيش خبز. طب المية انقطعت والخبز انقطعت، لمين نروح احنا بنطالب الامم المتحدة توفير المياه إلنا، توفير الاكل، توفير الامن إلنا. احنا بشر زينا زيهم، زي اطفالهم، احنا اطفالنا بدنا تعيش. كثير اطفال بتعاني من تيجي بتسبح في مية البحر. طب هذه مية البحر مية مالحة لا تصلح انها تتحمموا فيها الاطفال، ما فيش مية يتحلوا منها. الصغار والاطفال والنساء بيجوا بيسبحوا في البحر، ما في مية ثانية انهم يتحلوا منها، لا هذه مية مالحة البني ادمين بتسلخوا منها. خوفا من الامراض والاوبئه بنيجي على البحر نتحمم، نغسل اواعينا، نغسل اطفالنا، نغسل اولادنا، لانه ما فيش ميه نشرب. كمان ميه للشرب بنشتريها شريه باهظه الثمن، غاليه جدا. فما بنقدرش نشتري ميه نتحمم ونغسل اواعينا، لانه ما فيش، تعرف انها فتره طويله واللي معاه مصاري تقريبا خلصت. جينا شردنا على المدارس. عندك انت في كل مدرسه تقريبا 8000 عيله، وال 8000 عيله اللي بيجوا في كل مدرسه هذول بيجوا يسبحوا في ميه البحر. كان المفروض احنا 50 مع بعض، راح زوجي حكى لا ما ينفعش نضل مع بعض، كله يتوزع عشان يوم ما يموت حد يضل حد يشيل اسم العيله وما نبعدش من السجل المدني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا حكيت راحوا، انا دار عمي راحوا، البيت اللي كانوا هم فيه امان، امان فيش اشي، امان. بقتلوا الابرياء، بقتلوا الناس. هربنا من بيت لاهيا، هربنا من الشمال، هربنا من غزه، جينا على الجنوب، متنا هنا. اللهم انا مغلوب فانصرنا، اللهم انا مغلوبون فانصرنا، اللهم انا مغلوبون. إلنا الله، احنا رحمه الله إلنا. من غزه الابيه للقدس ام العواصم العربيه، احنا صامدين وضايلين وكلنا شهداء مع وقف التنفيذ. الله يرحم امامي غلابه، انا ماليش غيرهم. انا بابا متوفي من 20 سنه، من 20 سنه متوفي بابا. هم سندي، هم عزوتي، هم امني، هم اماني. ما حدش بفوت علي غيرهم بالعيد، هم اللي بيعيدوني وهم اللي بيجوا لاولادي. والله مالي غيرهم يا الله، والله مالي غيرهم بعد رب العالمين. عشنا اسبوع في بيت لاهيا واحنا بملجأ 250 نفر ب 100 متر، لا كهرباء، لا ميه، لا انترنت، لا شبكات، لا بامبرز، لا حليب. كنا بدنا نموت من الجوع، بدنا نضل مش طالعين. 5 ايام فجأة هيك الا القذائف في البيت، اشي على السطح واشي هناك واشي هناك، الجثث بالشوارع. رحنا على مدرسة الوكالة ورانا، حكوا المدرسة آمنة، خبطوا المدرسة واستشهدوا الناس. رحنا على روضة عين نجم امان، فيش اشي. وين نروح؟ وين نروح؟ وين؟ إن الله. We will out of gas. They put it by fire. Meat, chicken. شكرا الله يخليك.